عودة ريا وسكينة. يختاليها 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 ولا عودة ريا وسكينة، حلقات مسلسلة، تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف. بص لي حمية ده من عيوني، وعندك حمية معتبرة مدردشة للأستاذ وصلحها. قول يا أستاذ. ايوه. أنت متضايق ليه؟ أنا متغاظ أوي يا مدق. معاش اللي يغيظك يا أستاذ. متغاظ من إيه ولا مؤاخذة؟ انضحك عليا الليلة يا مدق. تصور أنا محي الدين العضلي ينضحك عليا. على العموم معلش، اجري هات الحمية. من عناية يا أستاذ. وعندك حمية. السلام عليكم سكينة. السلام ورحمة الله. نعم. نعمين ايه؟ ما نقعدوش على قهوة بقى ولا ايه؟ هي المؤاخذة يعني كانت قهوة ابوك؟ الله جريالة انت ولا اتكلم عدل اللي احسن يفتح لك نافوخك. ايه؟ فاهم نفسك مين انت اللي فاهم نفسك مين يعني؟ الله انا اللي فهمك بتاع عيالي، انا اللي اكرمك بس. روق دمك يا عضل. الله مين؟ حضرة الظابط. هو حد يسمعك. الله ولابس زي العربجية دي ولا مؤاخذة؟ عشان ما حدش يعرفني. ايه في كبس الليلة؟ ايوه وهتكون معايا. انصر دينك يا بيه او كده. يا ما نفسي نفتح نافوخه. اسكت احسن المدقي جاي. الحمية يا أستاذ. شوف بقى صح، هما 2 جنيه مفيش غيرهم، وهتغني للصبح كمان. 2 جنيه الأستاذ دي؟ كانوا قالوا لك عليه مغنوات السلكة ولا إيه؟ لا مالكش دعوة انت يا ده. انا موافق يا انا موافق اصلا. ايدك على العربون. ادي جنيه اهو، قوم بينا. والحمية يا أستاذ. لا معلش بقى ده اكل العيش يحب الخفية. هنروح فين يا بيه؟ اسمي لسطى برعي. هنروح فين يا اسطى برعي؟ الاول هنلف لفه كده كاننا رايحين فرح صحيح، وبعدين نرجع من ورا على التراب. تراب؟ ايوه، وجايز نبيت هناك. ولا بتخاف من العفاريت يا عضل؟ الخافة دي عيب. ان شاء الله نبات في التربة من جوه. يلا بينا. خسارة ان جوزك ما جاش الليلة يا عمصام. جوزي ورا عفريت ريا وسكينة يا أبلة. مش هنشوف وشه الا لما يمسكه. ما هي دي المفاجأة اللي انا موضبها له. ايه؟ مفاجأة؟ مفاجأة خاصة بعفريت ريا وسكينة؟ ايه عندك معلومات؟ عندي عفريت ريا وسكينة انا. ازاي ده؟ مش مصدقة. مدام كاترين، مدام كاترين، يلا حضري لنا روح ريا وسكينة، كل شيء جاهز. كله يقعد في سكة يا مدام. يلا مدام جمالات. ايوه عاوز نور واضح. حاضر. ايوه كده كويس. مدام عزيزة، موسيقى من فضلك علشان نعمل ريتم الروح. دي بتحضر ارواح؟ ايوه يا رجوات، والبنت دي هي الوسيط بتاعها، واتفقت معاها تحضر لنا الليله روح ريا وسكينه. بلاش كلام، الروح حضر. انت مين؟ مين اللي جابني من الجحيم؟ تود ريا يا حريم. الله، الاسوره اللي في ايدك دي تسوى كام يا شاب؟ انت خايفه يا شابه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتحسي بحاجه ابدا. انا بنبنج الزبون قبل ما نذبحوها. ابعدي عن المدام يا ريا. ابعد عنها ازاي؟ امال جايبيني هنا ليه؟ جايبينك علشان مدام يسألوك شوية سؤال. يسألوا بتاع ايه؟ هي مباحث؟
ريا اسمع كلام احسن بعدين نحبسك. لا اعملوا معروف، أنا بنخاف من الحبس، يسجنوني أحسن. يبقى لازم تسمع الكلام. يلا مدام، مين يحب يسأله ريا؟ انا يا مدام. بالسرعة مدام، احسن وسيط يتعب. قولي لي يا ريا، مين اللي قتل الستات الاربعه في الجمعتين اللي فاتوا؟ أنا طبعا يا شابة، هو في غيري؟ طيب وازاي تعرفي تذبحي وانتي روح من غير جسد؟ ازاي اعرف؟ حلوة أوي دي يا شابة، تحب تجربي؟ تذبحيني يعني؟ لو حبيت. وقدام اللي قاعدين دول كلهم؟ وده معقول برضه يا شابة؟ طبعا لا. إذا كنت عاوزة تجربي شرفيني بكرة الظهر. أشرفك في جهنم؟ لا طبعا، جهنم هتدخليها بعد ما نذبحوكي، إنما قبل ما نذبحوكي تيجيلي في الفيلا بتاعتي اللي في المنظرة، شارع حسن الأهتم، نمرة 207. يا سلام، وعندك فيلا في المنظرة كمان؟ أعمل إيه يا شباب؟ ضابط المباحث الله يجزيه كشف البيت اللي كنت واخداه جنب العمود، كنت بذبح وأنزل على طول. دلوقتي أكيد بتيجي الزباين لحد ما الاقي فرصة وارمي بتاعتهم في البحر. ياه، دي حاجة عظيمة قوي. استنوني بكرة الظهر يا شباب. خلاص يا ريا، هجيلك ولا تزعلي أبدا. وأنا كمان هنذبح بإيديا أنا. بقى روح ريا صحيح، عندها فيلا في المنظرة. 207 شارع حسن الأهتم. طب أنا هروح بكرة الظهر هناك وأشوف الفيلا دي. الساعة بقت 11 يا بيه، ولسه السفاح ما جاش. مؤكد جاي. امال خلي همام اشترى له فاس ليه؟ يمكن بيستعد بس ويبقى يجي في أي ليلة تانية. ما اظنش يا محي، العقل بيقول انه لازم يجي الليلة يا بكرة بالكتير. مديحة وانت وانا كل الناس اللي شافوه في كرياكوس اصبحوا خطر عليه، خصوصا ان مديحة عرفته وهو متنكر. اصبح لازم يبطل شغل ولا يهج على بلد تانية ما حدش يعرفه فيها عشان يعرف يشتغل. وفي الحالتين هو محتاج لصورة الصيغة، خصوصا هو متأكد ان ما عندناش اي فكرة عنها. لا، مؤكد هيجي الليلة بكرة بالكتير. جندوفلي، كابوريا كابوريا طازة. هو في لسه لحد دلوقتي حاجة طازة؟ ما خلاص. دي مظبوط دي برداسي، مش ممكن كابوريا طازة الساعة واحدة بعد نص الليل. فستق العب يا فندي. العب بس ما انتش قدي، كله على الله يا فندي. طب العب قرش. جوز ولا فرد؟ فرد. 1 2 3 تكسب يا فندي. جوز ولا فرد؟ المرة دي بقى جوز. تكسب برضو يا فندي. جوز ولا فرد؟ كفاية عليك كده، مش لاعب يا فندي. العب ما تخافش، ده انت حظك ضارب الليلة يا ابني. ده مش حظ، دي شطارة. لو كان على الحظ كنت اخسر على طول. يلا اضطر بقى، يلا يلا. الواد همام راح فين؟ خرج خلاص برديسي، مش في زباين غيرك دلوقتي. معاك للصبح يا متشو. معاك فلوس علشان الصبح دي؟ ولا يهمك، اهي اهي اهي. يلا هات بنورة.
بس دي اخر واخدة برديسي، في ميعاد لازم مخيل يقفل. الحال الليلة نايم قوي يا همام. أنا ما بعتش ب30 ساعة طول الليل. واني الجدع اللي في البار كسب مني دورين فزت بجيبه باريسي. ولا يهمك يا اسماعيل، أقول لك سر ولا تفتنش؟ قول يا همام. عمتي هتيجي الليلة وتجيب لي كنز. كنز؟ أيوة، وهيكون لك نصيب فيه. وعمتك تيجي لك امتى يا همام؟ مالكش دعوة بقى، المهم تقابلني بكرة الصبحية هنا، ها؟ وانا هنبسطك وهنديلك 5 جنيه. بتقول ايه؟ 5 جنيه مرة واحدة؟ ايوه حاجة، انت غلبان زي حالاتي. بس مالكش عمة زي عمتي. اجي روح دلوقتي وقابلني بكرة. طيب يا همام، مع السلامة يا اخوي. تسلم يا اسماعيل يا طيب، بس اوعى تفتن. عمته هتجيله الليلة. طيب اما نقعد هنا بقى نستناه. وادي قاعدة. ايوه، الجن الازرق ما يشوفنيش وانا قاعد هنا ابدا. عايز تستناني يا شويس اسماعيل؟ مين؟ عمتي؟ ايوه يا عمام، افتح. اوعى تولع النور. النور مطفي اهو يا عمتي، اتفضلي. الله، ايه ده اللي جراه وراكي ده يا عمتي؟ ده صاحبك الطيب اللي عاوز تديله 5 جنيه يا ابن اخويا. اسماعيل ماله يا عمتي؟ سور يا ابن اخويا. ليه يا عمتي؟ ده انا لسه سايبه كويس. يعني ضربته على نافوخه يا ابن اخويا. ضربت صاحبي يا عمتي ليه؟ ده طيب وابن حلال وبيحبك. حمام يا ابن اخويا، ده مباحث. اسماعيل مباحث؟ مش معقول يا عمتي. اخويا سيد خلف راجل اهبل. الله، جهزت الفاس اللي قلت لك عليه؟ ايوه يا عمتي، وحطه ورا الباب. طب اجري هات الكنز اللي في الطرقه اللي وصفتها لك. واسماعيل يا عمتي؟ هنذبحوه يا ابن اخويا، بس لما تجيب الكنز وتيجي. هتذبحيه هنا يا عمتي؟ ايه خايف يا همام يا ابن اخويا؟ متخافش يا هاد، مش عايز بطوك ابدا. طول ما عمتك راية معاك محدش هيعرف يظبطك ابدا. اجري خد الفاس وهات الكنز وتعالى. حاضر يا عمتي. ودلوقتي بقى يا شويش اسماعيل، اعمل فيك ايه على ما يرجع الكلب ده بالكنز؟ ايه تعال فوق. دورهولك على حبل كنت فوق بيه على ما نروح لك. شايف بيه؟ ايوه، هو جاي هناك اهو. هنكبس عليه امتى؟ لما ينزل القطر. قبل كده مش عايزك تعمل اي صوت لحسن يهرب. يهرب واحنا موجودين؟ ليه؟ احنا فيا بيه. اسكت احسن الهوا ينقل له صوتك. اهو ابتدى يحفر القطر. فتحه خلاص بيه، يولع في المسوى عشان ينزل بيه. اوعى تتحرك الا لما ينزل جوه خالص. ده مش هو، ده همام. همام؟ اي والله ده همام. يكونش همام هو السفاح بيه؟ ابدا، انا متاكد انه مش همام. المجرم الحقيقي خاف لا يكون في خطر، فبعت همام يجيب له السره. همام نزل القبر خلاص يا بيه. ايه نكبسوا عليه بقى؟ على همام؟ نبقى ما عملناش حاجه. الله، امال هنسيبه بياخد الصيغه؟ ايوه ياخدها عشان يديها للسفاح واحنا وراه ونقبض عليه متلبس بهذا. همام طلع من القبر ومعاه السره، وراه من غير صوت زي ما قلت لك.
افتح يا عمتي، انا همام. كان زي همام. لا جدع يا ابن اخويا، هات. مبسوطة مني يا عمتي؟ مبسوطة اوي يا همام. اخويا السيد عارف يخلف راجل صحيح. همام. نعم. تعال في حضني يا ابن اخويا، مبوسك. تبوسيني يا عمتي؟ ايوه، تعال ما تخافش، تعال في حضني يا حبيبي. ده انت لعبتك رفيعة اوي يا ابن اخويا، رفيعة متستاهلش. أنا عايز نسيبك للمباحث يا ابن اخويا. صح يا مكرمة، انت فكرك هتتفدش؟ مين؟ تفوت يا شوش اسماعيل. طب صبرك، دورك جاي. ايه انا بيقول لي ايه؟ هنفضلوا واقفين كده؟ همام دخل بصيغة بيته، يبقى فيه ميعاد بينه وبين السفاح. نفسي اعرف الميعاد ده امتى وفين. مش هنحكمه بقى عن همام؟ ده زي قلته. يعني نروحوا بقى احسن. عليك نور، يلا بينا نروح. بس لما نوصي شاويش اسماعيل ياخد باله في المراقبة. شاويش اسماعيل هو فين دلوقتي؟ ده زمانه في بيته في سابع نوم يا بيه. لا، شاويش اسماعيل هنا. انت عارف بتاع الفستق اللي شرع في الحتة اللي من دول؟ ايوه، هو ده شاويش اسماعيل. ايه ده؟ ده صندوق الفستق بتاعه. اسمع، دارين جسمك يا محي، مولع البطارية عشان حد يشوف نورها. هو يا بيه؟ ده الصندوق مرمي والفستق متبعتر على الارض. ايوه، لا شايف التراب عامل ازاي؟ زي ما يكون حاجة كبيرة كانت بتنجر على الارض. اثر الجر متجه ناحية بيت همام. تعال ورايا، بس شكل الحوا قبل ما يقتلوه. ما بيقتلوا بيه؟ السفاح هو اللي هجمه هنا وجروا على بيت همام. السفاح جوه البيت دلوقتي. يا مان، لا عظمك برضه لسه ناشف، انما برضه هنقتلك. اخمد يا همام، اخمد وسوقها ناحيتي. سوقها يا همام، قربها من رجليا. اخمد. هتعمل ايه برجليك الكتافة يا شاويش اسماعيل؟ كمان زقة يا همام، اخمد. زقة واحدة هتقربها من رجليا. يلا يا همام، شد حيلك. كوني بسرعة يا همام، كوني بسرعة، ما تقوم من الضربة. عمتي عايزة تموتني. ليه يا عمتي؟ ده انا همام ابن اخوك سيد. هتقعد تكلم نفسك يا همام لحد ما تفوق وتقوم لك. جيني ولا بسرعة. تموتني بايديك يا عمتي. وانا مجنون انت، دي هتفوق في ثانية. فوقي يا واد. وانا همام ابن اخوك سيد، اخوك يا حبيبك. افتح قدام نفسك. حرب الصمت. افتح يا همام، افتح بسرعة سفاقت. افتح واسلم عمتي المباحث. هو الدم بقى ميه يا رجاله. عقلك افتح ولا احسن دي. قعدت لك اهي. همام من اخويا، اوعى تفتح لحد ما اهرب. مفيش عمتي، مش هفتح الا لما تهربي. افتح الشباك قربت منه. اكسر الباب يا حرب الصمت. اسمك يا شاويش اسماعيل، هنكسر الباب. اضرب معاه ليه؟ ايوه هوب. نط بالشباك معانا عمتي. بصحك يا برديس يا صحابك المليان. ايه؟ عم برديسي؟ لا يا عمتي ريا. عمتك مين يا مجنون انت؟ اهو البطارية على وشه اهي. انت عم برديس سفاح اسكندرية؟ سفاح؟ هو في لسه لحد دلوقتي سفاحين؟ ما خلاص. حاضر يا نوحي، انا عارفه انك انت.
خير. ست مديحة، مش قبضنا على ريا وسكينة؟ بتقول ايه؟ قبضنا على عفريت ريا وسكينة الساعة 3 بعد نص الليل. وبالك طلع مين؟ طلع عم برديسي. برديسي؟ ايوه. وانا اخرى اقول شفته فين؟ اتاري كان هو عيشة الدلالة. انما حضرة الضابط كان عارفه من الاول. ده نبيه بشكل. اسمع، تعال احكي لي كل حاجة واحنا رايحين درس الموسيقى. يلا. اني حاجة معاكي برضه يا ست؟ استاذ عضل، احنا اتفقنا على ايه امبارح؟ ولا هترجع في كلامك؟ لا بس امبارح كان عفريت ريا وسكينة لسه ما اتمسكش، وقلنا انه لا قلنا ولا عدنا. استاذ عضل اتفضل قدامي. امرك يا ست. بقى طلع عم برديسي. اللي غيظنا يا ست مديحة ان الحكاية دي فاتت عليا مع انها بسيطة قوي. بالك حضرة الضابط عرفه ازاي؟ لازم من حكاية خطف فردة الجزمة من همام. صح. مش احنا قلنا كده برضو؟ ايوه، بس اللي خلاني نستبعده اننا افتكرناك كان قاعد في المحل ساعة عيشة الدلالة ما كانت موجودة مع الست. ايوه، قلنا مش معقول يكونوا الاتنين موجودين في مكان واحد ويبقوا شخص واحد. هي دي بقى اللي فاتتنا. عم برديسي ما ظهرش في البار الا بعد عيشة الدلالة ما قامت من المحل. دخل التواليت وقلع هدوم عيشة الدلالة ولبس هدوم برديسي وخرج على البار. صح. حضرة الضابط بقى فاهم الشغلانة في ساعتها، بس ما كانش في ايده دليل. وهدوم عيشة الدلالة ما هي اكبر دليل. ما هو من حداية عم برديسي انه ما خرجش بيها من التواليت، سابها الهمام يخرج بيها. هي دي اللفة اللي كان حضرة الضابط بيركز عليها. صح. والغريبة بقى ان انا استنى بقى احسن وصلنا. انت هتحضر معايا الدرس، بس اوعى يطلع في دماغك تغني احسن تبوظ عليا. ما تخافيش يا ست مديحة، ده احنا بتوع مزيكا زي بعض. عيب. صح يا استاذ عادل. خدي بالك يا مدموزيل، دي تتعزف كده. تتمرني عليها بقى واسمعها منك الحصة الجاية. يلا احنا يا محي. الو انفاس، ايه الاخبار اللي في الجرايد دي؟ صحيح جوزك قبض على عفريت ريا وسكينة؟ ايوه يا ابله رجوات. وحكيتي له على الدجاله بتاعت امبارح اللي عملت انها حضرت روح ريا وسكينة؟ وانا لحقت اكلمه؟ ده دخل الساعه 7 الصبح، حط دماغه على المخده وراح في سابع النوم لحد دلوقتي. اصله بقاله 3 ليالي ما بينامش. طيب لما يصحى يخليه يكلمني علشان اهنيه. ميرسي يا ابله. وانت ايه رايك في الدجاله كاترين؟ مش عارفه، بيتهيألي انها بتحضر ارواح بصحيح. طيب والميعاد اللي اديتهولي ريا النهارده الظهر؟ انت هتصدقي برضو؟ لا، انا ناويه اروح برضو اشوف ايه حكايه الفيلا دي. هتلاقيها بتاعت ناس عاديين جدا ولا عندهم فكره ان روح ريا بتدي مواعيد فيه. انا متصوره غير كده، متصوره ان مفيش شارع بالاسم ده، واذا كان فيه يبقى مفيش فيلا نمره 207. جايز جدا. على العموم لما ارجع من هناك هكلمك في التليفون واحكي لك على اللي لقيته. مفيش داعي تروحي وتضيعي وقتك. وانا ورايا ايه؟ اهو نتسلى. طب يا ابله ابقي كلميني لما ترجعي. أوروفوار. مع السلامه. تاكسي. على المنظرة يا ستي. قولي من فضلك، هو في شارع اسمه حسن الأهتم؟ ايوه يا هانم، ثالث شارع على ايدك اليمين. ميرسي. غريبة، طلع الشارع بصحيح. قولي من فضلك. يا نعم. فين فيلا 207؟ اخر فيلا على ايدك الشمال. ميرسي. وادي الفيلا طلعت صح. طيب انا لازم اشوف مين اللي فيها. مساء الخير. اتفضلي يا مدام. الهانم جاية لحضرتك حالا. لحظة من فضلك، مين اللي ساكن في الفيلا دي؟ الهانم بتاعتنا يا مدام. اسمها ايه؟
اسمها ريا هانم يا مدام. ريا؟ مش حضرتك جايه لها عشان الميعاد اللي اتفقتوا عليه امبارح؟ كمان؟ دي حاجة مدهشة. اتفضلي. اتفضل قوي. قولي، وانت تبقى روح مين على كده؟ نعم يا مدام. تبقى حسب الله ولا عبد العال؟ لا يا مدام، انا اسمي فرج. تشربي ايه حضرتك؟ مش هشرب حاجة. ادي خبر لريا اني انا جيت في الميعاد. الهانم نازلة حالا، عن اذنك. قولي يا فرج. نعم يا مدام. انت اسمك فرج ولا امين فرج؟ فرج يا مدام، فرج عويضة. غريبة قوي، اللي في العصابة كان اسمه امين فرج. عصابة ايه يا مدام؟ عصابتكم يا اخي. عصابتنا؟ ايوه عصابتكم، عصابة ريا وسكينة. دايما اصحاب الهانم بتاعتنا بيهزروا معاها كده. كده ازاي؟ زي سيادتك ما بتقولي دلوقتي، يقولوا لها ريا وسكينة العصابة، دبح الستات، خصوصا بعد الحوادث الاخرانية واللي نشرته الجرايد عن عودة ريا وسكينة. يا سلام، وده بتسميه هزار ده؟ تشابه الاسامي ساعات بيعمل حاجات تضحك يا مدام. الهانم بتاعتنا جت. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا. حاجة ساعة الهانم يا فرج. مش هشرب حاجة. امال فين احسان؟ هي بعتت حضرتك بدلها؟ لا، انا اللي جيت حسب الميعاد بتاع امبارح. بدل احسان يعني. احسان مين؟ امال حضرتك جايه ليه؟ جايه حسب الميعاد قلتلك. احنا بينا ميعاد؟ باردون. ايوه، انتي قلتيلي تعالي الظهر علشان تجربي بنفسك. باردون يا مدام، انا شخصيا ما شفتش حضرتك قبل كده. امبارح بالليل عند جمالات. جمالات؟ جمالات مين؟ وانا هفكرك بكل حاجه ولا ايه؟ دي حاجه تفلق. انا مش فاهمه حاجه ابدا. حضرتك تبقي مين؟ انا رجوات. وجايه عاوزه ايه؟ جايه علشان توريني هتذبحيني ازاي. اذبحك؟ يا ترى مين اللي عمل فيكي المقلب ده؟ مؤكد صفيه. صفيه؟ ايوه، صفيه عز الدين. هي اصلها غاويه تعمل مقالب في اصحابها من يوم حكايه يا ستي عودة ريا وسكينه. انما انت ازاي صدقتيها بعد ما قبضوا على عفريت ريا وسكينه؟ ولا انت ما قراتيش الجرايد بتاعت النهارده؟ لا قريتها. طب ومصدقاها برضو ان في عفريت بتاع ريا وسكينه بعد ما قبضوا على الراجل اللي اسمه هو اسمه ايه يا فرج؟ برديسي يا هانم. ايوه صحيح، برديسي. اجرنك قاعده تشخطي وتنطري وانا بقول يا ربي مين دي مين دي. يعني حضرتك مش عفريت ريا؟ انت ايه رايك؟ صوتك متغير طبعا وشكلك حلو، انما ايه؟ انما لازم تكوني انت عفريت ريا. وليه لازم دي؟ علشان انت قلتيلي كده بنفسك امبارح. انت برضو مصممه ان انا شفتك امبارح؟ طبعا. لا دي صفيه المره دي يظهر سبكت المقلب قوي. انا اولا ما اعرفش صفيه دي مين، ولا عمري حتى سمعت عنها. امال ايه اللي خلاكي تجيلي انا على اني انا عفريت ريا وسكينه؟ امبارح بالليل كنا سهرانين عند واحده صاحبتنا اسمها جمالات. ايوه. وكان هناك واحده خواجايه بتحضر ارواح اسمها كاترين. ياه، ده انت نمت نوم يا فريد. ما تصحى بقى. الساعة بقت كام دلوقتي؟ 1:15. ايه يا خبر، ده انا ورايا تحقيق مع برديسي الساعة 12. يا اخي استريح النهارده، ده انت راجع الساعة 5 الصبح. لازم اخلص تحقيق مع برديسي بسرعة عشان احوله النيابة. على فكرة 60 تليفون جولك الصبح عشان يهنوك بالقبض عليه. سيبك من التليفونات دلوقتي والحقيني بقهوة تقيلة عشان اروح المكتب. ادي يا ست الحكاية كلها. تفسريها بايه اذا ما كنتيش انتي عفريت ريا؟ الحقيقة حكاية غريبة جدا ومش معقولة كمان. ايوه، انما ايه تفسيرها؟ والله ما اعرفش. تفسيرها الوحيد ان انتي فعلا عفريت ريا. انما انتي نموذج غريب قوي يا رجوات هانم.
وايه الغريب فيا؟ شجاعة زيادة عن اللزوم، شجاعة لدرجة التهور. ليه؟ هو انت فاكرة انك هتقدري تذبحيني بصحيح؟ اذا كنت انا فعلا عفريت ريا وسكينة زي ما انت متصورة، ايه اللي يمنعك؟ يمنعك ده؟ ياه مسدس؟ طب حسبي لحسن تطلع منه رصاصة غلط وتعوريني. انا بس بوريكي ايه اللي يمنعك من ذبحي. اذا كنت انا فعلا العفريت فالرصاص مش هيأثر فيا، انما هيلم الجيران والناس اللي مالين الشارع. بعد دقيقة واحدة هتلاقي البيت مليان ناس. عشان كده دخلتي وانتي مطمنة ومتحدية كمان. بس انتي نسيتي حاجة. ايه هي؟ بيقولوا ريا وسكينة كانوا بيسقوا ضحاياهم شربات فيه مخدر. ما هو علشان كده مش عايزة اشرب حاجة عندك. على العموم يا ستي اطمني، انا شخصيا اسمي ريا عبد السلام محفوظ، وجوزي رئيس مجلس ادارة شركة الترميمات العامة، وادي يا ستي الباسبور بتاعي في كل البيانات دي كلها. فعلا دي صورتك. طمنتي؟ بس ازاي روح ريا تديني عنوان بيت صاحبته اسمها ريا برضو؟ تفسريها بايه دي؟ هي لها تفسيرين. اذا كنت بتؤمني بتحضير الارواح فيبقى التفسير ان روح ريا حابة تهزر معاكي. تهزر؟ ايوه، اصل ساعات الارواح تحب تدي مقالب. بس ازاي عرفت ان فيلا 207 في شارع حسن الاهتم وفيها واحدة اسمها ريا فعلا؟ الارواح بتعرف كل حاجة يا هانم. لا 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 لا، ده تفسير مش معقول. خلاص يبقى التفسير التاني هو المعقول. الخواجاية دي اللي عاملة انها بتحضر الارواح دي دجالة. ايوه، على اساس انها دجالة يعني. عرفت بطريق الصدفة ويمكن عن طريق تشنيع صفية صاحبتي، عرفت ان انا ساكنة هنا، فادتك العنوان ده علشان تسبك الدجل بتاعها، وهي متأكدة طبعا انك مش ممكن هتيجي. ده انا تحديتها يا حبيبتي، الدجالين دول اذكياء جدا. هي عارفة ان اي واحدة لما تواجه تجربة زي دي يا اما تستمر على اعتقادها في ان ده دجل فطبعا مش هتتعب نفسها وتيجي، يا اما تبتدي تشك في انه مظبوط فتخاف طبعا تيجي. انما انا جيت اهو. انا زي ما قلت لك انت حالة شاذة، شجاعة، شجاعتك فوق الوصف. ده انا جاية ومتأكدة اني مش هلاقي حتى العنوان. لا يا ستي، العنوان مظبوط. ما هو علشان كده انا اندهشت. لكن دخلت اشوف ايه الموضوع، خصوصا بعد فرج ما قال لي ان انا جاية حسب الميعاد. تصورت انه عارف. لا ده ميعاد مع احسان صاحبتي. اصلها بتعرف دكتور بتاع سنان كويس، وانا شخصيا سناني تعبانة وكنت عاوز اعالجها. اتفقت معاها امبارح انها تفوت عليا النهاردة الظهر علشان تاخدني له، وتصادف يا ستي ان انت جيتي في الميعاد نفسه. فرج طبعا افتكر ان انت احسان. الله، هو ما يعرفهاش؟ لا، اصلها ما زارتنيش من ساعة ما اشتغل عندي. يظهر ان هي دي المرة دي. يا فرج افتح. طيب استأذن انا بقى. لا تستأذني ازاي بقى يا حبيبتي؟ استنى ما اعرفك بأحسن. صباح الخير، انا اتأخرت عليكي يا ستي، وتأخيرك ده عمل سوء تفاهم دمه خفيف قوي. اما اعرفكم الاول ببعض. رجوات هانم، احسان هانم. اهلا يا هانم، فرصة سعيدة قوي. انا اللي اتشرفت يا هانم. ايه بقى سوء التفاهم اللي حصل يا ريا؟ احكي لك يا ستي. رجوات هانم واحدة ضحكت عليها وبعتتها لي على ان انا عفريت ريا. لازم صفية. يا ريت يا ستي، يا ريت. ده روح ريا وسكينة نفسها. ايه؟ روح ريا وسكينة. احكي لها انت يا رجوات هانم، ولا استني لما نشرب حاجة ساقعة. يا فرج، عندك ايه ساقع يا فرج؟ عصير مانجا يا هانم. طب هات لنا 3. ولا رجوات هانم لسه برضو خايفة تشرب حاجة عندنا؟ مادام هنشرب سوا خلاص. وهنشرب قبل منك كمان. هات 3 عصير مانجا يا فرج. حاضر يا هانم. احكي لها بقى يا ستي على اللي بتحضر الارواح دي. بتحضر ارواح؟ هي فين؟ موجودة. استني بس ما تعرفي الحكاية. لا قبل، انا عاوز اعرف اللي بتحضر الارواح دي. تقدري تجيبها لنا يا رجوات هانم؟ ممكن اخلي جمالات صاحبتي تجيبها. المانجا يا هانم. هات يا فرج. اتفضلي يا رجوات. ميرسي. خدي يا احسان. وانتي بقى قولي، عاوزة تحضري روح مين؟ روح جوزي يا حبيبتي، عاوزة اشوفه عامل ايه في جهنم. هو اللي عمله فيا شوية. اظن جهنم ما فيهاش ستات حلوين. يا اختي دي مقولي ما فيهاش غير الستات الحلوين.
حلوة المانجا دي قوي يا ريا. الحقيقة فرج بيعملها كويس قوي. ايه رأيك يا رجوات؟ الحقيقة ممتازة. بس ايه يا حبيبتي؟ دماغك بتلف يا ضنايا. حد قالك تتحديني وتجيلي برجليك؟ بس كفايه ضحك. دي اتخدرت بسرعة قوي. انت لازم تقلت المخدر يا بروفيسور. المجنونة جاية ومعاها مسدس. يلا شيلوها وخلصوا عليها في الحمام. شيلي قصاد يا مرسيل. انت اتجننتي؟ ممنوع نطق الاسماء الحقيقية دي. اسمها احسان. محدش سمعني يا بروفيسور. اسمي فرج يا ريا. اسفة يا فرج، بس بقول يعني مفيش خطر مدام. لسانك لازم ياخد على الاسامي المستعارة، والا غلطة لسان منك قدام حد تكشفنا كلنا. فرج معاه حق يا ريا، ومش هنخسر حاجة. يلا شيلوها على الحمام، وعاوز تذبحوها زي برديسي ما كان بيعمل بالظبط. يلا يا ريا شيلي قصادي. ممتاز ممتاز. ايوه اسف. ايوه فرج. جهز لي بدلة ضابط بوليس برتبة عقيد، وانت البس ملازم. حاضر. وبسرعة، عاوزين نلحق برديسي قبل ما يتحول للنيابة. 5 دقايق يا فرج. اما لو لحقنا برديسي القضية هتقلب البلد. فوقتك القهوة يا فريد؟ نص نص يا نصاف. ابقى اشرب فنجان قهوة تاني في المكتب. اصل برديسي ده خبيث جدا والتحقيق معاه مش سهل. من حق فكرتني. ايه؟ اما حصل امبارح حتة فصل عند أبلة جمالات. ايوه جينا بقى الابلواتك وطنطواتك اللي مالهمش اول ولا اخر. ها قولي يا ستي بس اسمعي. اعملي حسابك تخلصي نشرة اخبار الابلوات والطنطوات وانا بلبس. مالها بقى قبلت الجمالات؟ مش قلت لك انها كانت محضره لنا مفاجأة؟ قلتي. بالك المفاجأة كانت ايه؟ ها؟ عفريت ريا وسكين. يا سلام. شخصيا؟ ازاي بقى؟ كان عندها واحدة خواجاية بتحضر ارواح وحضرت لنا روح ريا. طبعا يا ستي، تحضير ارواح وبخت وقرايه فنجان. هم ابلاتك وطنطواتك دول وراهم حاجه غير الجري ورا الدجالين. والنكته ايه بقى؟ الروح قالت ان هي اللي قتلت الستات الاربعه. خلاص نصدق ارواح الابلوات والطنطوات ونكدب برديسي. وطنط رجوات قعدت تقاوحها. تقاوح الروح؟ ودبت معاها خناقه كمان. اتخانقت مع الارواح؟ صور. وبعدين؟ الروح قالت لها ان ما كنتيش مصدقه ان انا اللي ذبحتهم، تعالي لي بكره الظهر وانا اذبحك. طيب باي باي. هترجع امتى؟ مش هتاخر. يعني هتكون هنا قبل الساعه 8؟ ياه، وانا هقعد احقق مع برديسي من 2 ل 8؟ لا انا هكون هنا قبل 8 ان شاء الله بكتير. انا مستني هنا. انت بتسالي وبتدققي ليه بالشكل ده؟ ها؟ اياك حد من طنطواتك وابلواتك زنقنا الليله في عزومه؟ طنط بسمات. اخ يا نفوخي. ايه اظن هتكسفني تاني بقى. عفريت ريا وسكينه وخلصت من قضيته. مالكش عذر الليله دي. حاضر يا ستي حاضر. هنروح الليله لطنطك رجوات وامري لله. بسمات مش رجوات. ما تفرقش، اهو كلهم آت والثعلب فات. بدلة العقيد جاهزة يا فرج. طيب شوف مين اللي على التليفون، واذا كان حد هيسأل على الولية اللي ذبحناها تنكر اي معرفة بيها. ها؟ طبعا. الو البيع البروفيسور عندك؟ ايوه موجود. خليه يكلمني. حاضر. كلم كاترين يا فرج. الو. ايوه كاترين، في حاجة؟ بروفيسور اسمي فرج. ايوه يا فرج. جات لك؟ ايوه وخلصنا الموضوع.
طيب واحدة صاحبتها اسمها بسمات عاوزاني الليلة اروح لها؟ وليه لا؟ بس يمكن يسألوني عن رجوات. انت ما تعرفيش حاجة. بس هتكون مرات ضابط المباحث هناك وجاي تيجي معاها. ده وضع تاني بقى. ما روحش؟ لا روحي برضو بس فتاحي قوي. واذا سألني عن رجوات؟ حوليه الروح. طيب والروح تقول ايه؟ ما هو لازم نعلمها. تقول له الحقيقة. الحقيقة؟ ايوه هيضحك ويفتكرك بتدجلي. انا عامل حسابي لكل الاحتمالات. بس خلاص يا كاترين مع السلامة، احسن مش فاضي. ممتاز، هات البدلة وروح انت البس بسرعة. ها يا بديسي، نيجي بقى لقتل حميدة. قابلتها فين؟ قابلتها في الزنقة زي اللي قبليها. كانت بتشتري قماش مع البنت اللي اسمها مديحة، وكلمة مني وكلمة منها قلت لها عندي بضايع مهربة وخدتها على البيت. كان معاها كام يا برديسي؟ كان معاها مبلغ وكملت عليه من مديحة. لقيت في شنطتها كام يعني بعد ما ذبحتها؟ هم 70 جنيه اول عن اخر. مظبوط، ده الرقم اللي قالت مديحة عليه. انا ما نكذبش يا بيه، اطمن، عمري ما نكذب ابدا. ابدا ابدا يا برديسي. اذا كنت هكذب على واحد زيك. زي انا يعني ايه يا برديسي؟ يعني واحد ياما جده انضرب بالكرباج من جدي، نقوم نهزق نفسنا على اخر الزمن ونكذب عليه. لا مظبوط، معاك حق. طب كمل. خدت حميدة على البيت وذبحتها. ايوه. ذبحتها ازاي؟ زي الثلاثة اللي قبليها برضو؟ ايوه، سديت بقها بمنديل وكتفتها وذبحتها. انما ليه بتتعب نفسك وتكتفهم وتسد بقهم؟ مفيش لقمة تيجي بالساهل يا بيه، لازم نتعبوا فيها. اللي عايز يقتل يا برديسي ما يتعبش نفسه ويكتف، ضربة سكينة في القلب ويخلص. لا بقى، ده مزاج. طب كمل. وبعدين؟ استنى يا برديسي، ادخل. في حاجة يا شاويش اسماعيل؟ في 2 ضباط من مصر عاوزين يقابلوا سيادتك يا فندم. من مصر؟ مين دول؟ انا العقيد فرج عويضة، وده زميلنا الملازم ممتاز عبد السلام. جينا من مصر مخصوص عشان المجرم برديسي، جايين نهني. اهلا يا فندم، انا متشكر جدا يا فندم. الحقيقة انت حققت نصر للبوليس المصري وشرفت سمعته في العالم كله. العفو يا فندم. اتفضلوا يا فندم. لا احنا مش عاوزين نعطلك. هو ده المجرم؟ ايوه يا فندم. طيب كمل التحقيق معاه واحنا هنستناك في الاستراحة بره. ما يصحش يا فندم، لازم تتفضلوا. انا افضل ان احنا نقعد بره. طيب يا فندم. شاويش اسماعيل، يا فندم، هات لي سيادة العقيد وسيادة الملازم حاجة ساعة. حاضر يا فندم. ربع ساعة يا فندم بكتير وهحضر لسيادتك. على مهلك يا سيادة النقيب. يلا يا ممتاز، خليه يشوف شغله. اتفضلوا هنا يا فندم. متشكر يا شويش، روح انت شوف شغلك. ايه رايك؟ مش فاهم ايه الداعي ندخل عند ضابط المباحث برجلينا؟ ما دام ملحقناش برديسي هو في السجن كنا نستناه لما يخرج. ونقعد نستناه بصفة ايه؟ دلوقتي قاعدين بصفة ضيوف عند ضابط المباحث. ان شاء الله نقعد هنا ساعة محدش هيشك فينا. اسكت احسن، الشويش راجع. الحاجة الساعة جاية حالا. قول لي يا برديسي، ازاي هربت من محل كرياكوس وانا قاعد جنبك؟ ما انت عارف يا بيه، انت الوحيد اللي فقست اللعبة. بس عايز اسمع التفاصيل منك انت. انا كان معايا اللفة اللي فيها هدومي، دايما بنشيلها معايا وقت الشغل، جايز نحتاجها. كانت معايا. دخلت دورة المية وقلعت لبس عيشة الدلالة وغسلت وشي ولبست البنطلون والقميص ولفيت هدوم عيشة الدلالة. وازاي اديتها الهمام يخرج بيها؟ همام فاكرني حميته ريا. قبل ما ادخل دورة المية وشوشت انه يدخل ياخد لفة هيلاقيها جوه ويخرج بيها.
وانت ما شفتنيش وانا بوشوش. شفتك بس ما جاش في بالي انك بتقول له كده. طب وبعدين خدتها منه ازاي؟ خدتها منه في البيت بالليل. ازاي بقى؟ احنا كنا مراقبينك ومراقبينه، ما حدش شافك وانت رايح له. لا ما هو ما حدش يشوفني، اصل بعد ما بروح وادخل بيتنا واللي بيراقبني يقعد لي قدام الباب، بطلع انا على السطوح وانط من بيت لبيت لحد ما اوصل بيت همام. وانزل من السطوح على باب شقته طوالي. والشاويش اسماعيل يبقى قاعد بره ما يحسش بيا. طب اشمعنى امبارح بالليل ما عملتش كده؟ كان لازم ازيح الشاويش اسماعيل من قدام بيت همام عشان يعرف يخرج ويجيب لي الصيغه من التربه. طيب نرجع لاول واحده ذبحتها، كان معاها كام جنيه؟ انا تعبت يا بيه، ممكن استريح شويه. طب ما فيش مانع. عسكري يا فندم، خد على السجن استريح واتغدى. حاضر يا فندم. الزهور بالهداوه بالهداوه يا ابني. انت عارف انا مين؟ ده انا جدي ياما ضرب جدك بالكرباج. بالراحه عليه يا عسكري، بس فتح عينيه كويس. حاضر يا فندم. اتفضل معايا. تاخد ايه برديسي من حضرة النقيب. ما انا عارف، لما كان لازم تفتشوا كده اهو. ارفع ايديك لفوق يا مجرم، خلينا افتشك. هتاخد ايه برديسي من تفتيش؟ اخرس يا مجرم. خده يا عسكري. حاضر يا فندم. خد قدامي. خلاص. ايوه. حطيتهم له في جيبه من غير ما يحس. بس ياك يدور في جيبه وهو في السجن. طب يلا نمشي. الله، وظابط المباحث اللي متفق معانا نستناه اهو بعت لنا الشاويش اسماعيل ينده لنا. اتفضلوا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيادة العقيد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حضرة الملازم. ممتاز، ده يبقى ابن اخويا يا نقيب فريد. اهلا وسهلا يا فندم. كنا هنا الاسبوع ده في مأمورية الحقيقة. اي خدمة ممكن اديها يا فندم؟ لا ابدا، انا في الحقيقة لما قريت الجورنال الصبح قلت الممتاز النقيب فريد ده هايل، لازم نفوت عليه قبل ما نسافر ونبارك له. اظن المجرم اعترف. اعترف بالتفصيل يا فندم. ده يسهل عليك القضية. هتحوله للنيابة امتى؟ غالبا بعد بكرة اكون خلصت تحقيق معاه. انا في الحقيقة كان نفسي اتفرج على النموذج ده. لو سيادتك حبيت تحضر بقية التحقيق بعد ساعة مثلا. لا انا مسافر في قطر 3:3. مأموريتي خلصت خلاص. حضرتك فين في مصر؟ انا مكتبي في مديرية الامن المركزية. حضرتك بقى مع العقيد رمضان على كده. رمضان الله يقطعه، ده هايل. انا يا فندم اشتغلت معاه كذا قضية قبل ما اجي اسكندرية. استفدت منه في الحقيقة كتير قوي. ده ممتاز، ولولا الرصاصة اللي عجزت رجله كان بقى. الرصاصة ايه يا فندم؟ الرصاصة اللي جات له في رجله هو بيطارد عصابة الأعور. سيادة العقيد رمضان منصور انضرب بالرصاص. انت بتتكلم عن رمضان منصور؟ ايوه فندم. انا قصدي محمد محمود رمضان. نعم، محمد محمود رمضان؟ لا ما اعرفوش ده. انا بحسبك بتتكلم عنه. لا، العقيد رمضان منصور ما فيش اختلاط بيني وبينه. انا عطلتك كتير. يلا بينا يا ممتاز. ما بدري يا فندم علشان نلحق قطر 3:3. دي فرصة طيبة يا نقيب فريد، وانا بكرر تهنئتي. مع الشكر يا فندم. مع السلامة. السلام عليكم. لو سلام يا اخر مجدعه، اخر مرجله والمرسي ابو العباس. دي الحته كلها سالت عليك الصبح اول ما قروا في الجورنال اللي عملته بعد المباحث. ما انا كنت نايم بقى. ده انا ما رجعتش البيت الا الساعه 11 الصبح. حاني باب الحميه احسن دماغي يطق. وعندك حلميه اخر مزاج بعد دماغ الاستاذ وصلحها. ده عم برديس يطلع عفريت رايه وسكينه يا استاذ، دي حاجه ما تدخلش المخ. ايوه يا اخي، انا كمان ما صدقتش. اول حضرة الظابط ما قال له يا برديسي، انا بعد ما شفت بعيني
صدقت يا اخي غصب عني. واحنا اللي كنا بنقول عليه اهبل. طلعنا احنا اللي هبل يا مداء. كان بيستغفلنا المده دي كلها. لا يستغفل مين؟ ما انت قفشت هو يا استاذ. ابن الحته برضه هو اللي قفشه. على فكره ايوه في ناس طلبوك في التليفون عند الخواجه ميتشو. ايه في التليفون؟ ما صحتنيش ليه يا بني ادم؟ لازم مديحه. سعيد يا ميتشو. اهلا وسهلا حبيبي. حد سأل عليا في التليفون قال؟ ايوه يا استاذ، واخد الست اللي كان سأل عليك قبل كده. طب هات التليفون لو سمحت. ما قالتش حاجه يا ميتشو؟ لا يا استاذ، هو قال انه هيتكلم بعدين. الو ست مديحه. اهلا يا محي، انت كنت فين؟ كنت نايم يا ست مديحه، انما المره الجايه هخلي اللي مدق يصحيني من اول ما تطلبيني. لا ما فيش داعي. محي اسمع، ممكن اشوفك الليله؟ يعني تحت امرك. هنروح لناس نزورهم وعايزه اعرفك بيهم. ها حاضر يا ست مديحه. مش عاوزاك تقولي قدامهم يا ست، عشان ياخدوا عنك فكره مش كويسه. هستناك الساعه 7 تفوت عليا. مع السلامه يا محي. حلوة الأكلة دي. امال بيقولوا أكل السجون عدس ليه؟ ولا بيكرمونا هنا لحد ما نروح اللومان؟ يا ما نفسي في بنورة وسجارة دلوقتي. بس منين يا برديسي؟ هتاخدي من تفليسي يا الله، ايه اللي في جيبي ده؟ الله، ده علبة سجاير. جت منين يا اخوي؟ وايه الورقة اللي فيها دي؟ ايه دي يا برديسي؟ أنا موجود وسوف أحميك، لكن عليك إنك تنكر كل شيء. أنكر إزاي؟ قول إنك أردت إنك تضحك مع همام فادعيت إنك عمته ريا. مش ممكن، ده مسكني وأنا مخنوق. ولما وجدت الصيغة معاه طمعت فيها وأردت الاستيلاء عليها. والله تنفع الحجة دي. فلا توجه إليك إلا تهمة واحدة، وهي الشروع في قتل همام. دي بسيطة، دقيتها سنة. إنما الشاويش إسماعيل اللي ضربته وكتفته. أما الاعتداء على الشاويش إسماعيل وتكتيفه فانكره تماما، وقول إنك لا تعرف عنه شيء، لكنك دخلت البيت لتضحك على همام وترعبه فقط، ولم ترى الشاويش إسماعيل لأن البيت كان مظلم. هذا معقول ده؟ وعلى العموم صمم على هذه الأقوال حتى أتمكن من تهريبك. هتهربني كمان؟ ولا تنسى إنك تحرق هذه الورقة بالكبريت اللي وضعته في جيبك مع علبة السجاير. صديقك البروفيسور. يا ابن الأبلسة، ده أنا هحرقها قوي. يا سيدي، إنما يطلع إيه البروفيسور ده؟ وعاوز يهربني ليه؟ يا برديسي، استريحت واتغديت؟ اما كانت حته غدوه يا بيك، متهيألي ان محدش دقها من ايام جدي البرديسي بك الله يرحمه. طب كويس، نرجع للتحقيق بقى. تحقيق؟ وانت لسه عاوز تحقق معايا؟ ما خلاص. لا يا برديسي، لا لسه شويه. احنا وقفنا عند السؤال ده. اول واحده قتلتها كان معاها كام؟ هي مين اللي قتلتها دي؟ انت عاوز تلبسني مشنقه ولا عاوز تلبسني مشنقه؟ برديسي. عاوز تشنقني ظلم. الله، ما خلاص. مش انا اللي بقرر المشنقه يا برديسي، انت هتروح محكمه وهيكون معاك محامي وهتاخد حقك. هاخد حق ازاي اذا كنت عاوز تتهمني بان عفريت رايه وسكينه؟ انا ما بتهمكش، انت اللي اعترفت. انا ما اعترفتش بحاجه.
واقوالك اللي في المحاضر دي؟ انا ما قلتش حاجه، الكاتب بتاعك هو اللي كان بيكتب من دماغه. وامضتك عليها؟ ما ريتش اللي مضيتنا عليه، قلت لي امضي هنا مضيت، هقول لك لا عيب. يعني انت بتنكر دلوقتي؟ انا ما عملتش حاجه عشان انكرها. انت مش عايشه دلاله؟ ازاي يا بيه ربنا يخلقني راجل وانت عاوز تعملني عيشه؟ ما قتلتش 4 ستات؟ ستات؟ هو في لحد دلوقتي حاجه اسمها ستات؟ ما خلاص. وما سرقتش صيغتهم؟ صيغه؟ هو في لحد دلوقتي حاجه اسمها صيغه؟ ما خلاص. وما حاولتش قتل همام؟ همام؟ هو في لسه لحد دلوقتي حاجه اسمها همام؟ ما خلاص. لا يا حدق همام بقى مش خلاص، همام موجود لحد دلوقتي. تدي معاك حق، وهيشهد انك حاولت تقتله. واقتله بتاع ايه؟ هو انا بينه وبينه طار؟ ده انا كنت بخوفه بس. وتخوفه ليه؟ الحكايه اصلها ابتدت هزار وبعدين قلبت جد. رحت له البيت اخضه واعمل له في الضلمه ان عمته هزار يعني. لقيته جاي ومعاه سرزه مليانه صيغه، حليت في عيني وطمعت فيها، حبيت اخوفه واخدها. يعني حاولت تسرقها؟ دي معلش، حاولت اسرق الصيغه، انما اقتل اعوذ بالله. معقول حفيد البرديسي بك يقتل؟ وتسرق الصيغه ليه؟ معقول حفيد محمد بيك البرديسي يسرق؟ بقى انت هتاخدني بكلامي ولا ايه؟ انا مش محتاج لكلامك اخدك بيه، انا عندي 60 دليل يودوك المشنقه. مشنقه؟ هو في لسه لحد دلوقتي مشانق؟ ما خلاص. اسمع برديسي، الاسلوب الجديد ده مش هينفعك، بالعكس لو اعترفت المحكمه هتعتبر انك ندمت ويمكن تعاملك برأفة. يعني ولا مؤاخذه تشنقني بحبل حرير ناعم بدل حبل الكتان الخشن. ممكن بالرأفة تاخد بدل الاعدام تأبيدة. فلا الله ولا فالك يا شيخ، تأبيدة ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا بريء بريء. طيب يا برديسي، طيب عسكري خد رجعه السجن. هتاخدي من تأبيدي يا برديسي، هتاخدي من تأبيدي يا برديسي. ايه اللي غيره في الساعة دي؟ حد قابله؟ حد اتصل بيه؟ حد عشمه بحاجة؟ شويش اسماعيل، اسمع شويش، اسألي نبطش السجن اذا كان حد اتصل بالبرديسي او حد بعت له اي حاجة في السجن. واسمع، يستحسن تفتشوه شخصيا وتفتشوا الزنزانة نفسها وتجيب لي النتيجة في الحال. محدش اتصل بالبرديسي يا فندم. ونتيجة تفتيش؟ لقيناه مخبي في الزنزانة علبة سجاير وكبريت، ولقينا ده كمان. ايه ده؟ ورق محروق يا فندم. ورق محروق؟ وجابه منين؟ مؤكد حد اتصل بيه، وريني. اهو يا فندم. الورقة دي مؤكد هي سبب في تغييره. استنى، ده في جزء ما اتحرقش كويس اهو، ممكن يتقري. ألف ولام ال، وفي حروف تانية مش باينة، وبعدين سين ي ر. سير. نودي الورقة المعمل التحليل يا فندم. طبعا طبعا، خدها بحالها كده على التحليل. في نفس الوقت عايز تحريات مظبوطة عن كل حركات برديسي من ساعة ما خرج من عندي هنا لحد ما رجع تاني. حاضر يا فندم. انا هروح دلوقتي، اذا لقيت اي اتصالات حصلت مع برديسي اديني خبر بالتليفون. كويس انك رجعت بدري. الله، مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ لا ابدا، ولا حاجة. ايه؟ حاجة في الشغل ضايقتك؟ لا ابدا، بس التحقيق مع برديسي متعب جدا. ما تشغليش نفسك انت يا الصف. ولا يهمك، هنروح الليلة القبلة بسمات وتضحك وتفرفش وتنسى تعبك كله. بسمات؟ ضروري يعني نروح لها؟ اذا كنت تعبان تبقى محتاج لي شوية فرفشة. على رأيك نروح، ما نروحش ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ دلوقتي 6 وميعادنا عندها الساعة 8.
كويس قوي. الحق انام لي ساعه قبل ما نروح لها، بس انا تعبان. يا استاذ يا نعم. الله مالك؟ هات لي حمية مدقة على دماغي حطها. وعندك حمية للاستاذ والصالح المطلوب. سلامة دماغك يا استاذ. الله حطها من ايه كفالة الشر؟ الناس وحشة مدقة، الناس اللي الواحد بيفتح لها قلبه وما بيمشيش معاها بلقم وندالة بتطلع هي في الاخر اخر ندالة. صدقت يا استاذ، حياة النبي الناس بقت اخر ندالة. حد يصدق ان عم برديسي هو السفاح؟ عاوز ندالة اكتر من كده؟ وهمام اللي لحقتوه في اخر عمره وبرديسي بيخنقه. زعلان. الله فكرتني، هو فين؟ انا ما شفتوش من ساعتها. بقول لك زعلان، قاعد مكون في القهوة جوه جنب النصبة، لا بيكلم حد ولا بيجري على رزقه. طب اندهله. مش هيرضى. بقول لك لا بيكلم حد ولا بيتحرك من مطرحه. اني هقوم اجيبه. ايه يا همام مالك؟ الله ما تنطق يا همام، انت زعلان يا اخي؟ احمد ربنا اللي لحقناك قبل روحك ما تطلع. عمتك طلعت كدب يا همام. عمتي مش كدب ابدا، عمتي بصحيح يا استاذ. لا يا همام فوق بقى. يا استاذ كلم الاستاذ، ارفص الملالوجيست جاي لك يا استاذ. خلاص يا همام قوم يابا بقى، قوم شوف اكل عيشك زي ما انا بنشوف اكل عيشي. قوم. مرحب يا ارفص مرحب. يا مرحب يا بتاع رايه وسكينه. الله يا تبقى سمعه يا ارفص ولا ايه؟ انا مش جايبها من عندي، اصحاب الفرح هم اللي قالوا لنا كده. احنا عندنا فرح الليله يا ارفص. امال الناس رجعت تتجوز تاني بعد عفريت رايه وسكينه ما اتمسك. بيقول لك عفريت رايه وسكينه طلع لواحده في الضلمه، قال لها اتباحك منين؟ قالت له من رقبه حماتي. انت طلعت نكت على رايه وسكينه كمان. مش انا اللي طلعتها يا استاذ، دي البلد مليانه نكت غريبه، لا حقت النكت تطلع يا اخي. وبيقول لك عفريت رايه وسكينه طلع لواحد من خنافس افتكر واحده، قال لها اتباحك منين يا مدموزيل؟ قال له فاشهر، ده انا واد وزيل. بايخر يا ارفض. طب بيقول لك لا يقول لي ولا يقول لك، احنا مش فاضيين النكت السعانه بتاعتك دي. قول لي ايه حكايه الفرح بتاع الليله؟ جاي الحمايه يا استاذ. لا هات انا اشربها، وهات له هو قرفه حاميه عشان هيغني ويلعب. لا ما يهمش يا سيدي، هات الحميه دي ورص لي حميه تانية. اذا كان عندك فرح يا جدع هات، هنغني وننشز وحسنا يخشخش، واللي مش عاجبه نفتح له نافوخه. خلاص مادام مش عاجبين خلينا مش عاجبين على طول. كده يا فريد ما جيش عندي امبارح وتيجي ليله عندي بسامات. يا ست امبارح كان في عفريت رايه وسكينه، النهارده ما فيش. بسيطه. هو ايش عرفك ان ما فيش النهارده عفريت رايه وسكينه؟ عشان قبضت عليه امبارح. ده عفريتك انت، انما عفريتنا احنا ما نقبضش عليه ابدا. قصدك عفريت كاترين؟ طبعا هو احنا نعرف غيره؟ خلاص يبقى تخلوا لكم انتوا عفريتكم وسيبوا لي انا العفريتي بقى. لا ونبقى عملنا ايه؟ عفريتنا موجود الليل ومشتاق يتعرف بيه. ايه يا ابله انت عزمتي كاترين؟ طبعا. هو انت ما شفتيهاش ولا ايه؟ لا هي فين؟ في الاوضه التانية بتجهز نفسها هي والوسيط. خلاص يا فريد هنتفرج الليل على شطارتك في التحقيق مع العفاريت. الله اهي جت. ازيك يا مدام كاترين؟ اهلا مدام. اهلا. يلا اتفضلوا اقعدوا كلكم في سلك. فين الموسيقى مدام؟ وانتي مدام طفي النور الكبير. عاوزنا حد نروح مين؟ روح رايه وسكينه. طيب مدام سكوت من فضلكم. هي رجوات ما جاتش ليه يا بسامات؟ مش عارفه اتاخرت ليه، انما جايه انا مأكده عليها الصبح. بطل كلام مدام، الروح حضر، بطل كلام. انت مين؟ وبعدين معاك يا كاترين
انت كل ليلة هتحضريني بعد ان اذبحوكي زي ما ذبحت الولية اللي اسمها رفوان. بتضحكوا ليه يا ستات؟ مش هي اللي طلبت امبارح قدامكم واتفقت معايا تيجي الفيلا النهارده الدور؟ ايه حكايه الفيلا دي يا انصاف؟ من فضلكم بلاش كلام. اللي يحب يسأله ريا يتفضل. انا يا كاترين. قولي لي يا ريا، رجوات راحت لك النهارده؟ ايوه يا شابة، وكرمتها اخر كرم. ازاي؟ ذبحتها بالضيقان مخصوص، ما سبتهاش للصبيان. بتضحكوا مش مصدقيني؟ لا ازاي؟ طبعا مصدقيني، هي العفاريت بتكذب؟ طبعا لا، صدقيني يا شابة، خصوصا عفريت رايا. انت دمك خفيف قوي يا ريا. وانت كمان يا شابة دمك جاي على هوايا قوي. ما تيجي تزوريني انت كمان في الفيلا. العنوان شارع حسن الأهتم 207، وتذبحيني ونكرموكي آخر كرم. نستناكي بكرة. ما تسألها يا فريد. انا ما عنديش اسئله لعفريتكم، كفايه عليا عفريت انا. حقق معاها زي ما بتحقق معاه. بيحقق معايا ليه؟ هو مباح. ايوه يا ريا. قطيع، أنا ما نحبش المباحث ولا سرد. الشعور متبادل يا ريا. يعني ايه مباحث؟ انتوا كمان ما بتحبونيش. طب ليه؟ ده أنا اللي بنأكلكم عيش. طب وانت ما بتحبناش ليه يا ريا؟ عشان مؤذيين يا مباحث. احنا ابدا، ده احنا طيبين قوي. مش انتوا اللي وديتوني المشنقة من 50 سنة؟ ولا بتسميها أذية يا ريا؟ ما نسميه إكرامية يا مباحث. والستات اللي ذبحتيهم من 50 سنة اندبحوا بايديكي؟ طبعا، دي خدمة وغلاوتك، خدمة للرجالة اللي ما يتمرش فيهم، اللي زيك كده. ده انت دمك خفيف قوي مع بعض. اسألها يا فريد عن الستات الأربعة بتوع الجمعتين دول. بتوع البيت اللي في شارع الطويل. ده انت عارفاه اهو يا ريا. طبعا مش بيتي. بيتك؟ ايوه يا مباحث، بيتي انا. واظن هتقولي ان انت اللي ذبحتيهم. طبعا يا مباحث، هو في غيري؟ طب والراجل اللي مسكناه؟ بريسي. كحياة وضيق. ده انت تبقي شاهد مهم في صفوة ريا. ايه رأيك تيجي المحكمة تشهدي معاها؟ ياه، ليه؟ مش هنخليه يروح المحكمة. هتموتيه قبل ما يتحول للمحكمة ها؟ خسر سمعتي وخلى اسمي عرة بين الناس. مش هنحتاجه. طيب صبرك انا وانت والزمن طويل. هاي انتوا الاتنين هايلين قصاد بعض. اسألها كمان يا فريد. لا كفاية، ما عنديش أسئلة بقى. اسألها انا. قولي لي يا ريا، هم قبضوا عليك ازاي؟ يا مباحث الله يجازيه، تراني لحد ما عرف رجالتي ومسكهم واحد واحد. وعملت ايه لما رجالتك اتمسكوا يا ريا؟ عاوزة تعرف يا شاب اللي حصل من 50 سنة؟ ايوه
حاضر، بدل ما احكيلك هرجعلك السنين ونسمع وسمعك. حسب الله. مسكينة. عبد العال. احنا مفيش خوف علينا من اللي اتقبض عليهم. ازاي؟ رقابيهم حطير قبل رقابينا. لو جلدوهم لو كووهم حتى بالنار مش هيعترفوا ولا يقروا. طبعا مفيش خوف، بس قصقصوا بلحيتنا ولا دل. أني كل ما نسمع خط نفتكر البوليس. يعني بقى اللي نشوفوه اننا نسافروا من هنا على اسيوط. هنا ما عادش شغل. خير ما تعملوا. صحيح نرحل على اسيوط. النسوان اللي زيك ما يشروش، يسمعوا وينفذوا بس. الشغل مش هنبطلوا شغل. فاهمة وسامعة يا سكينة ولا ما انتي سامعة بت؟ أني بس بنقول انت تخرسي خالص. حسب الله. ايوه لازمنا رجال لحد ما يخرجوا رجالتنا. فكرك ايه؟ عندنا جلال السني وشوفوا حد غيره كمان. واد يعني نعتمدوا عليه؟ ايوه ولد، لكن ولد. عرفت بقى يا شباب اللي حصل من 50 سنة. بس صوتك متغير ليه يا ريا؟ السنين يا شباب اللي سمعتيه ده كان من 50 سنة. لا ونار جهنم واللي عملته فيكي. على رأيك يا شباب. والله انا اشتغل دي حته من فيلم. ايدي يا بيه مش تصرخ كده، الوسيط يتعب بعدين. بلاش نصب بقى. والله يا نورة بس ما تهرب. رايا انصرفي انصرفي. انت كده يا بيه ممكن يموت الوسيط. قلت لك بلاش بكش. جايبه لنا حته من فيلم ريا وسكينه وعامله وسيط وارواح. عيب كده يا بيه، انا مشهوره في اوروبا، انا مش يعمل بكش. انا رايي ان معاكي ولا مع الوسيط جهاز تسجيل صغير متسجل عليه الكلام ده من الفيلم. لا انا مش ممكن يقبل كده، مش ممكن يسكت على كده. تحب افتشكم؟ انت يا بيه متوحش، انا لازم نمشي. استني بس يا كاترين. لا يا مدام، البيه عمل اسكندال. الله يلا يلا جوزين. ليه كده يا فريد؟ بلاش كلام فارغ. ما احنا عارفين انه كلام فارغ، انما هو بيسلينا. ده جزء متسجل من الفيلم. مش معقول يا فريد. وجزء متسجل بغباء كمان. ممكن يكون في حياة ريا الحقيقية حسب الله عبد العال وسكينة، انما مش ممكن ابدا يكون فيها جلال السني. ليه يا فريد؟ جلال السني هو ضابط المباحث اللي كان عامل بياع سجاير. يا ستي ده في الفيلم، انما في الحقيقة ما فيش جلال سني ولا غيره. ما هو الاسم ده هو اللي خلاني حددت الطريقة اللي بتنصب بيها علينا. بس مش معقول يا فريد تكون معاها جهاز تسجيل. ايه مش مصدقيني؟ الحق عليا اللي ما خدتش المسألة جد وفتشتها قدامكم. على العموم احنا فيها. هثبت لكم ان اللي سمعتوه ده جزء من الفيلم. فين التليفون؟ هتعمل ايه؟ واحد صاحبي عن تسجيل كامل للفيلم، هخليه يجيب واسمعه لكم. الو بروفيسور، انا فرج يا كاترين. نعم انا جايه من عند بسامات وظابط المباحث كان هناك هو ومراته وكشفوا اللعبه. لعبة ايه؟ عرف ان في جهاز تسجيل مع جورجيت عليه جزء من فيلم ريا وسكينة. وبعدين؟ اول ما قال كده عملت اني انا زعلت وخرجت بسرعه. ما جاتش سيرة رجوات في السهرة؟ سألوا وجورجيت قالت لهم انها كانت وذبحتها زي انت ما قلت بالظبط. وطبعا خدوها بضحك وما شكوش في حاجة. لا ضحكوا كتير. طب اسمعي، انت بتتكلمي منين؟ من البنسيون. طب خدي شنطتك وادفعي حسابك انت وجورجيت وانزلوا. دي الساعة دلوقتي 9 يا فرج. معلش الامور اصلها تتطور وجايز ضابط المباحث يجيلك البنسيون. لازم تنزلي حالا انت وجورجيت. نيجي عندك في المنبرة؟ لا، روحوا البيت اللي واخدينه في بوكلة وانا هجيب لك اللي هنا كلهم واحصلكم. اوروفوار. ممتاز يا ممتاز. ايوه يا فرج. اعمل في جثة رجوات زي ما قلت لك، وخلي بقية المجموعة تنقل على البيت اللي في بوكلة. والآن سيداتي آنساتي سادتي
بلبل اسكندرية ونجم السينما والإذاعة والتلفزيون، المطرب العاطفي صاحب الصوت الذهبي الأستاذ محي الدين العدل. يلا يا محي. ولا ارقص. ايه؟ انا ماليش نفسي اغني. هو ايه ده بقى؟ قلت ماليش نفسي اغني يا اخي. الله، وايه حكايه نفسي يا محي؟ ده اكل عيش يا ابن والدي. ليه عايزين نغني من غير مزاج يعني ولا ايه؟ ما تفرقش يا سي محي، من غير مزاج هتنشز وبمزاج هتنشز. طب ايه ولا انت ولا هنهزر؟ طب انا مروح. التسجيل اهو، اسمعوا بقى عشان تصدقوني. احنا مفيش خوف علينا من اللي اتقبض عليهم. اهو راقبيهم الجزء اللي سمعتوه اهو. لو جلدوه ده مظبوط فعلا، هو نفس الكلام اللي قاله عفريت ريا ونفس الصوت، نفس التسجيل يا ست جمالات. مش قلت لكم ان الوليه دي نصابه؟ ما صدقتونيش؟ اظن كده اللي نشوفوه. اقتنعتوا؟ على العموم اهي سلتنا امبارح والنهارده. والله انتوا ناس فاضيين وبالكم رايق. بقى بتسموا الدجل ده تسليه؟ وهو احنا كنا فاهمين يعني انه ده دجل؟ قبل رجوات هي اللي كانت مصممه على انه دجل. طيب اهو امبارح ما كانش فيه حته من فيلم ريا وسكينه، يبقى الصوت بقى كان جاي منين؟ قبل رجوات قالت ان الوسيطه بتتكلم من بطنها. صحيح يا فريد، ممكن حد يتكلم من بطنه؟ طبعا يا ست بسمات، واغلب الدجالين اللي زي كاترين بيعملوا كده ويوهموكم ان الارواح هي اللي بتتكلم. رجوات قالت كده برضه. يا ريت حاجات الليله، على الاقل كانت حكت لنا لقيت ايه في الفيلا. لحظه اما ارد على التليفون. ايه حكايه الفيلا دي؟ ما انا قلت لك ان قبل رجوات لما اوحت ريا امبارح قالت لها تعالي لي بكره الفيلا نتضحك، والنبي دمها خفيف. ايوه انما ايه هي الفيلا دي؟ ريا مأجراها في المنظره تذبح فيها الستات. هي قالت كده امبارح. يا سلام، واحنا في المباحث ما عندناش اي فكره. لا بقى يا سي فريد، ده شغل ارواح ومالكوش دعوه بيه كده. غريبه يا جماعه. بص رجوات بيسأل عليها بالتليفون. ايه هي مش في البيت؟ لا، بيقول من ساعة ما خرجت الظهر ما رجعتش. دي الظهرية راحت المنظرة تشوف الفيلا اللي قالت عليها ريا، ومن ساعتها ما رجعتش البيت. والله انتوا صحيح فاضيين وما وراكوش حاجة. بقى تتعب نفسها وتروح المنظرة عشان تتأكد من كلام واحدة رجالة. بس مش غريبة يا فريد انها ما رجعتش من هناك لحد دلوقتي. تلاقي الأجندة بتاعتها كانت مليانة زيارات ورغي ومجايب ست الناس. حرام عليك يا فريد، قبل رجوات ما بتحبش ترغي زي بقية الستات. نسبيا انما الرغي لابد منه. تحود على ست فلانة ساعتين وتطلع من عندها على ست علانة 4 ساعات، وبعدين تلاقي نفسها قريبة من بيت ست مش عارف مين، تروح راكنة عندها 6 ساعات. طبعا بالطريقة دي تخرج الظهر ما ترجعش إلا آخر الليل. كل شيء جاهز يا فرج. طيب يلا بينا. يلا يا ريا. ايوه. يلا يا حسين. ايوه. ما تسيبوش وراكم أي أثر هنا. رجعنا كل حاجة يا فرج، وبصمات الأصابع شلناها من على كل حاجة في البيت. طيب ولع ممتاز أنوار الشقة كلها. حاضر. وأنت يا حسين. ايوه. حط الراديو في الصالة وافتحيه على الآخر، وبعد 3 دقايق بالظبط تحصلوني على العربية قدام الباب. وجبت رجوات. ارميها بنفسي في مكان مناسب قدام الفيلا.